شيخنا هذا السؤال الأخت يعني تلح عليه كثيرا. تقول: زوجي طلقني 3 مرات. المرة الأولى كنت فيها حائضا ولم نكن نعلم أن فيها خلاف، والثانية كنت في حمل، وهناك من قال لنا أن طلاق الحامل لا يقع، ومشينا بهذا الرأي أنها لم تقع، والثالثة وقعت الطلقة في حيض. وهنا علمنا أنها مسألة خلافية بين أهل العلم، هناك من قال تقع وهناك من تقع. يا شيخنا، هل يجوز الأخذ برأي ابن تيمية رحمه الله والذين يرون عدم الوقوع؟ لأن زوجي لم يكن يعلم أنها الثالثة، وقال لي: لو علمت أنها الطلقة الثالثة لما طلقتك. وزوجي لا يريد أي فتوى، لا يقبل أي فتوى إلا من فضيلة الشيخ الددو. بالنسبة للطلاق هو عبارة عن فصل أسرة وفك ميثاق غليظ قد جمع بين طرفيها. والله سبحانه وتعالى يقول: وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فلذلك هو غير محبوب شرعا، والشارع ضيق فيه. الطلاق مطلقا. فلدينا 3 أوقات حرم الشارع فيها الطلاق، و3 أوقات أباح الشارع فيها الطلاق. ال3 التي حرم الله فيها الطلاق الدواعي تدعو إلى عدم الطلاق فيها، إلى الطلاق فيها. والأوقات 3 التي أباح الشارع الطلاق فيها الدواعي تدعو إلى عدم حصول الطلاق فيها. ال3 التي حرم الله الطلاق فيها الوقت الأول إذا كانت المرأة حائضا. فالحيض أذى، كما قال الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، وزوجها ممنوع منها، فحينئذ قد يدخل الشيطان فيكون هذا سببا للفراق، فحرم الشارع الطلاق في الحيض. الحالة الثانية أو الوقت الثاني إذا كانت نفساء وهي ممنوعة من الصلاة بدم النفاس، فهي أيضا لا يحل طلاقها، لأنها أيضا متلبسة بمانع هو مثل الحيض تماما. الوقت الثالث الذي حرم الله طلاق فيه أيضا هو إذا كانت في طهر قد جامعها فيه. ودليل ذلك أن الله قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن معناها عند مستأنف عدتهن. والأمر بالشيء نهي عن ضده، فهو أمر بالطلاق لعدة النساء وهي في طهر لم يمسها فيه. والأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. فلذلك هذه الأحوال ال3 كلها الدواعي تدعو إلى حصول الطلاق. في الحالين الأولين يقع الاستقذار والأذى، وفي الحال الثالث كان قد قضى نهمته ولم يعد لديه إقبالا. نعم، رغبة. أما الأحوال ال3 التي أحل الله فيها الطلاق بالنسبة للحمل سيأتينا. أما الأحوال ال3 التي أحل الله فيها الطلاق فهي 3. الحال الأول إذا عقد على امرأة وقبل الدخول بها له الحق أن يطلقها، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. الحالة الثانية إذا تبين حملها فكانت حاملا، فالحمل يجوز الطلاق فيه ويمضي إجماعا. وما ذكرت المرأة السائلة من أن بعض الناس قال لها إن طلاق الحامل لا يصح، هذا غير صحيح. فالحامل تطلق إجماعا ويجوز طلاقها. لم يشذ بها لم يشذ بها من المعتبرين. نعم. والحالة الثالثة أن تكون في طهر لم يمسها فيه، كانت حائضا أو نفساء فطهرت واغتسلت وتهيأت، فحينئذ يجوز له أن يطلقها قبل المسيس. وذلك أن الدواعي تدعو إلى هذه الأحوال ال3 لا يقع فيها الطلاق. صحيح. إذا كان قد عقد عليها ولم يمسها الدواعي تدعو أن لا يطلقها. والحالة الثانية إذا كانت حاملا قد تبين حملها فالدواعي تدعو إلى عدم طلاقها لأنه يرحمها ويرحم جنينها. الحالة الثالثة أيضا هو كان ممنوعا منها وأذن له، فالدواعي تدعو أن لا يطلقها في هذا الوقت. فلذلك هذه الوقت ما سألت عنه بالنسبة للطلاق
في الأوقات التي لا يحل فيها، في الأوقات الثلاثة الأولى، يسمى الطلاق البدعي، فهو بدعة وحرام. وهذا الطلاق البدعي مختلف في وقوعه، فمذهب الجمهور ومنهم المذاهب الأربعة أنه يقع، لأن الله قال في الطلقة الأولى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وقال في الطلقة الثانية الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال في الطلقة الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فهذه 3 طلقات أطلقها الله ولم يقيدها بكونها سنية أو في أي وقت. وذهبت طائفة من أهل العلم منها بعض السلف الأولين من الصحابة والتابعين، ومنها بعض من دونهم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ومنهم الإمام الشوكاني، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وعدد من المفتين في هذا الزمان، أن الطلاق البدعي المحرم لا يقع، وذلك أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، وهو معدوم شرعا لا يحل الإقدام عليه، فحينئذ يكون كالمعدوم حسا. والدليل الثاني أن الله قال فطلقوهن لعدتهن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والطلاق البدعي ليس عليه أمرنا فهو رد، يكون مردودا على صاحبه. الدليل الثالث ما روي عن ابن عمر عند أبي داود والنسائي أنه لما طلق امرأته وهي حائض لم تحسب عليه تلك الطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا أمره أن يراجعها، مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، وهذا في الصحيح، لكن كونها لم تحسب عليه زيادة، وهذه موجودة عند النسائي وأبي داود والنسائي. والدليل الرابع عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا سأله فذكر أنه طلق امرأته في طهر قد جامعها فيه، فردها عليه وألغى تلك الطلقة. وبهذا يعلم أن المسألة فيها خلاف بين الجمهور، ودليلهم من القرآن ذكرناه، وبين ابن تيمية لم ينفرد بهذا شيخنا، لا قبله عدد من الصحابة وعدد من التابعين، وحتى من أئمة الحديث كإسحاق بن راهويه، وأيضا تبع ابن تيمية رحمه الله على هذا عدد كبير من أهل العلم في كل زمان. وحينئذ تكون المسألة بين العزيمة والرخصة، فمن كان من أهل العزيمة لا يفتى إلا بمذهب الجمهور، ومن كان من أهل الرخصة يمكن أن يفتى بهذا المذهب الآخر. ما الفرق بين العزيمة والرخصة في هذا؟ العزيمة من كان لا يبالي، وكانت الأسرة ما لها مستقبل، وإذا ردت عليه من المعلوم أنه سيطلقها، فهو لا يبالي وليس شديد الارتباط بهذه الأسرة ولا ليس لها مستقبل مرجو، حينئذ لا يفتى إلا بمذهب الجمهور، لا فائدة من ردها، الوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصد لم تشرع. صحيح. أما من كان من أهل الرخصة كمن نزغ الشيطان بينه وبين زوجته، وكلاهما محب للآخر، وكلاهما يمكن أن يستمر في عشرته ومعاملته، وبينهما مصالح وأولاد فيقع الفساد بفساد هذه الأسرة، فهذا يفتى بمذهب هذه الطائفة الأخرى. نعم، لأنه من أهل الرخصة. نعم.